قال محمود حسنات يعلن المظاهرات غزة من يوم أمس الجمعة. غزة ما تنصر بالمظاهرات ولا تنصر بالمخالفات ولا تنصر بالتقليد لأعداء الدين، فإن المظاهرات من تقليد أعداء الدين. ومحمود حسنات حزبي تالف صحيح، والله أنه حزبي تعبان جدا، فهذا ما هو مما ينصر به غزة أبدا. ولن نعلم عن الصحابة أنهم كان ينصر بعضهم بعضا بمظاهرات ومصايحات وخروج في الشوارع كالغنم السائمة. هذا لم يهتدي إليه الصحابة ولم يعلمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وهم خير من يقتدى بهم ويهتدى بأثرهم وما هم عليه من الخير والدين والصلاح. فلا يقودكم محمود حسنات إلى مثل هذه المصايحات وإلى مثل هذا القلق على المسلمين. فالحمد لله هناك وسائل شرعية تنصر بها غزة، ومن أعظمها مع عجزنا ونسأل الله أن يعفو عنا الدعاء، وإلى الواجب النصر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فيجب علينا أن ننصر إخواننا بالقوة التي نستطيعها، ولكن قد عجزنا، فعلينا أن ننصرهم بالتعاون معهم. إن كان نستطيع أن نوصل لهم شيئا من المال وشيئا ما يستطيع يعني يحتاجون إليه، فهذا من التعاون الجيد معهم. وإن لم نستطيع شيئا من ذلك ولا حول لنا ولا قوة فلا نظاهر ولا نخرج مثل الغنم ونصلح فوضى في بلاد المسلمين. وعلى حكام المسلمين بدل ما تكون غزة جريحة تكون بلدان المسلمين جريحة، كلها فيها قتل وقتال، أولئك مع اليهود وهم مأجورون، ونحن بيننا بين المسلمين وحكامهم يتطاحنون في بلدان المسلمين، وأولئك القتيل منهم إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. نحسبهم مظلومين والله حسيبهم، فقتيلهم إن شاء الله مأجور على صبره، ونحن بيننا البين إذا التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول في النار. فهذا يهيجكم على حكامكم من طرف خفي، فهو يرى أن الحكام قد تخاذلوا، والحكام قد فعلوا ما نصرون وما فعلوا مع غزة. ماذا يفعلون الحكام؟ حكام نعرف حالهم لا حول لهم ولا قوة، استضعفوا في الأرض، والمعاصي لها آثارها على الحكام وعلى المحكومين وعلى الرؤساء والمرؤوسين، كلهم للمعاصي أثر عليهم، هذا كله بسبب المعاصي. ونسأل الله أن يصلح ولاة أمورنا وأن يهديهم إلى سواء السبيل. فلا نزيد الطين بالله، لا نزيد الطين بالله، ما معنى إلا الصبر، وندعو لولاة أمورنا بالصلاح، وندعو لإخواننا في غزة بالنصر والثبات والصبر، وندعو لهم برحمة الله سبحانه وتعالى تنزل عليهم الرحمات، وينزل على اليهود الغضب من الله جل وعلا. ندعو لهم بما نستطيع أن ندعو به، لا نتركهم، ندعو لهم. أما أننا ننصرهم بالسلاح، ننصرهم بالهذا، فهذا لا يكاد يطاق لنا. فلا يحمسنك متحمس ولا يدفعنك إلى المشنقة وإلى المحرقة من يدفعك، فإنك لا تستطيع أن تصل إلى غزة، الطرق مغلقة، فلا يستطيع أحد يصل إلى تلك الأماكن خروجا من أقطارها ومنافذها. أما لا يصبر حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. وهذا ما هو الذي دعا إليه، هو غيره دعوا إليه يؤزهم من يؤزهم ويدفع بهم من يدفع بهم، ليقلقلوا في بلاد المسلمين ويصوروا أن حكام المسلمين يستحقون أن يخرج عليهم وأن يقلقل عليهم، ويحصل من وراء ذلك من الشر ما يحصل. وهو من دعاة الثورات والانقلابات، وممن حمل الرايات في الربيع العربي. فهؤلاء يستغلون مثل هذه الأحوال لقلقلة الناس وللفتن بين الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس. ما عندهم سكينة، الحزبيون ما عندهم سكينة. مثل هذا يحتاج الناس أن يهدئوا قليلا، أن يهدأوا، وأن يدعوا الله ويقبلوا على الله جل وعلا، لا يقلقلوا في بلدهم، ما هو من صالحهم الله. وهذا الذي يريد اليهود ويريد أعداء الدين، أن تكون قلقلة في الأوطان. هذا يصيح من اليمن، وذاك يصيح من الأردن، وذاك يصيح من مصر، وغير ذلك من الأمور. وما هي حلول المظاهرات؟ المخالفات ما هي حلول،
نعم ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، أي وتقاتلون في سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فهذا وقت القوة، يجب علينا أن نقاتل في سبيل الله، ونقاتل في سبيل المستضعفين في الأرض من الرجال والنساء والولدان، لكن ما لنا حول ولا لنا قوة، فما معنا إلا أن نلجأ إلى أسباب أخرى. والناس مساكين يستغلون في مثل هذه الأحوال ويهيجون، ويستغلهم الحزبيون ويهيجونهم لا على الحكام فحسب، حتى على أهل السنة يهيجونهم على أهل السنة، هؤلاء عملاء، هؤلاء ساكتون، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، وهذا جهاد دفع يجب علينا أن نقف معهم. طيب من الذي ما وقف معهم؟ ويجب أن نقف مع حماس. حماس رأس البلاء ورأس الشر، كيف نقف مع رأس الشر؟ حماس العميلة. نحن نقف مع إخواننا في غزة، ما نقف مع حماس أبدا، ولا ننصر حماس البتة، فإن هي التي تقصدت هذا، وهي التي تخطت خطوات وأميال وكيلوهات إلى أولئك الأشرار وحرشهم عليهم، وكانوا هادئين ما هم حولهم، لكنهم خطط على المسلمين وفرحوا بتلك الكيلوهات التي تجاوزوها نحو 40 كيلو، يظنوا أنهم قد حرروا فلسطين. وهي كالمصيدة التي صادوا بها صدام في الكويت، جعلوا يدخل مسحوا للمجال حتى اصطادوه ووقعوه في الفخ. وهذا التدبير نفس التدبير الذي حصل لصدام هو يعاد فقط، يعاد. فكان من عواز من إيران العميل اليهود أنها دفعت بأولئك على أن تقف معهم وتركتهم، فذهبوا اليهود سمحوا لهم يدخلوا ليكون لهم حجة بعد ذلك في ضربهم. فنحن لسنا مع حماس، وهم بدأوا أولئك الأشرار وهيجوهم على المساكين، وحصل ما حصل من الأضرار. ولكن نحن مع إخواننا في غزة ندعو لهم ونسأل الله أن ينصرهم. أما هؤلاء حماس عملاء، هذا لا يشك فيه أنهم عملاء لإيران ورأس البلاء ورأس الشر، وقد صرحوا بعمالتهم وصرحوا بمحبتهم وصرحوا بودهم، ما بقي شيء. وإيران عدوة الإسلام من قبل ومن بعد، كيف تبغينا نقف مع حماس التي هي عدوة الإسلام؟ هذا بعيد تناقض من هذا، كيف نقف معها؟ لا يصلح. ولكن نحن مع إخواننا في غزة ندعو لهم أن الله يلطف بهم، وأن الله يرحمهم، وأن الله يعينهم ويؤيدهم بنصره على هؤلاء الطغاة، على هؤلاء المجرمين. وهذا بكرمان يقول بأنه جهاد دفع. من الذي بدأ؟ هم الذين ذهبوا إليهم يقاتلوهم في أمكنتهم التي قد سيطروا عليها، وتقول لي جهاد دفع وهم قد سيطروا على أماكن، والأحوال قد حصل ما حصل وقدر الله ما شاء فعل، وما عندنا جهاد طلب نستطيع أن نطلبهم ونخرجهم. فبدأنا بجهاد طلب نطلب اليهود، نريد نخرجهم من أمكنتهم، وكروا علينا وحصل ما حصل علينا من الضرر بسبب حماس. فالحزبيون بلاء، ويريدون أن يشوهوا أهل السنة، ويقول هؤلاء السلفيون ما يقفون مع حماس. كيف نقف مع حماس يا أخي؟ حماس هي السبب في الشر، تريد أن نقف معها؟ حماس هي التي يعني تسلط اليهود كان عن طريقها، وكان السبب في تحريش اليهود على المسلمين. حماس هي التي أوعزتها الرافضة على هذه المصيبة لتضرب فلسطين. الرافضة ليسوا حول فلسطين ولا يؤمنون ببيت في الأرض يسمى الحرم الثالث عند بعضهم، والصحيح أن هذه التسمية ما ثبت، وما ينبغي أن يقال حرم، لكن البيت الذي هو الثالث في البيوت المعظمة بيت مقدس، وسيأتي يوم الذي يحرر فيه. أما هذا ما هو وقته. لا تغالطوا الناس ولا تكذبوا على الناس، واجتماع في المكلا طويل عريض للتلبيس على الناس وتشويه السلفيين. فهذه الحادثة تستغل لتشويه اثنين ولتشويه أميرين، هؤلاء الأمراء الذين هم الحكام، والأمير الآخر والحاكم الآخر من هم؟ العلماء. وهم يشوهون العلماء ويحاولون يشوهون الحكام، والحكام أمرهم إلى الله، نحن ما نخوض فيهم، عندهم من المعاصي ما عندهم.
وعندهم من قد علمه القاصي والداني، هم ما هم في المريخ، هم تحت، الناس تعرفهم، لكن تعامل معهم ما هو بهذا، تعامل الشرعي معهم ما هو بهذا الأسلوب التهيجي. لكن نحن ندافع عن علمائنا الذين يطعن فيهم بمثل هذه الحوادث، يتسلل الحزبيون لوادا للطعن فيهم.